بادي سبلاش كارمين من احدث الانتاج واحدث الاصدارات واحدث المنتجات الجديده اللي لسه نازله في ماي واي. من ضمن المكونات بتاعته الزهور البيضاء، الفانيليا، الباتشولي، دي من ضمن المكونات بتاعته. يا ترى الميكس دوت هيبقى عامل ايه معانا؟ يا ترى هيبقى حلو؟ يا ترى هيبقى وحش؟ يا ترى درجه ثباته هتبقى عامله ازاي؟ يا ترى درجه فوحانه هتبقى عامله ازاي؟ كل الحاجات دي احنا جايين ونقول لها كلها معانا في الفيديو. لو انت حابه تتفرجي وتعرفي مميزات وعيوب ودرجه الميكس بتاعت المكونات ديت، اتفرجي معانا على الفيديو وما تبخليش طبعا علينا باللايك. اهلا بيكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايين النهارده لاحدث المنتجات من ماي واي. جايين نتكلم عن ايه يا بيبو؟ جايين نتكلم عن البادي سبلاش الجديد اللي نازل من لاين بتاع كارمن، احدث البادي سبلاشات اللي نازله من ماي واي. جايين نجربه ونحطه تحت التجربه وتحت الاختبار. طبعا كلكم شفتوه معايا لما جينا فتحنا الكراتين بتاعه المنتجات الجديده اللي وصلت لي من ماي واي، وكان من ضمنهم. وساعتها انا قلت لكم انا شميته، بس قلت لكم انا مش هقدر اقول لكم اي راي او اي ريفيو خالص عنه غير لما احطه طبعا تحت التجربه. وطبعا كل اللي مش مشترك معانا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان يوصل له كل الاشعارات. واللايك يا بنات ما تبخليش عليا باللايك، وان انت تدعمي القناه باللايك. يلا نبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جايين ايه النهارده يا بيبو؟ جايين بكارمن. سوري على الشكل ده، بس دوت من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم في العيوب بتاعته. بصوا حجمه، انا مخلصه. بصوا منه قد ايه عشان بس تعرفوا ان انا لا مستخدماه شويه حلوين جدا. اولا عيوبه زي ما انتم شايفين، الباكج وحش جدا جدا. انا طبعا يعني ملحقتش عشان يوصل للسوق ده. هو بيقشر وبيطلع بسرعه من غير اي حاجه، فالباكج سيء جدا، مش لطيف ومش الطف حاجه بصراحه. يعني ما يليقش ان انت يبقى ده باكج في ماي واي. لا، انت عندكم باكجات احلى من كده بكتير، وفي منتجات كانت بسيطه عندي. فلما تبقي انت منزله منتج جديد ويبقى ده المنظر، لا سيء جدا جدا. حجمه قد ايه؟ حجمه 230. حجمه حلو؟ حجمه حلو. طبعا زي ما احنا متفقين شركه ماي واي هي شركه مصريه. ده الباكج بتاعها. هحاول اوريكم الكتابه اللي باقيه. كارمن سبراي معطر للجسم، بيحتوي على كحول. بيحتوي على كحول. وكل البادي سبلاش اللي موجوده في ماي واي نسبه الكحول فيها عاليه، عشان بس نبقى واضحه ونبقى صريحين. الارشادات بتقومي برش كميه بسيطه، وطبعا بيكون بقى ايه عن بعد. هو ريحته فواحه وعطر يدوم طويلا. تمام. بيقعد طبعا 3 سنين، وبتحفظيه في درجه حراره ما تزيدش عن 30 درجه مئويه. وده شكل الباكج اهو. انا بحاول اوريه لكم من كل حته عشان تبقوا انتوا شايفينه. وعلى فكره هو انتاج شهر 10 2023، يعني انتاج الشهر ده. بصوا. طيب تعالوا بقى نتكلم عنه، وتعالوا نرشه. بصوا، انا عايزه اقول لكم ان انا مش محتاجه اشمه. الريحه واصله لي من ورا الكاميرا. بصوا، كل منتج ليه مميزاته وليه عيوبه. وخلينا متفقين في حاجه بس قبل ما نتكلم عن المنتج، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. يعني قد يكون اللي بيعجبني مش هيعجبك، واللي بيعجبك مش هيعجبني. تمام عشان بس نبقى متفقين فيها ان دي قاعده عامه في اي ريفيو، ان انا بنقل تجربتي انا الشخصيه وذوقي انا الشخصي ليس الا. المنتج دوت الشركه لما نزلته كانت لسه منزلاه في شهر 10 2023. كان لاين جديد بتبدا تنزله اسمه كارمن بادي سبلاش. وكانت منزله كمان في همسات وعلى ما اتذكر، وكانت في مي. الاثنين دول برضو كان بادي سبلاش، بس همسات ومي اوريدي دول كانوا برفانات اوريدي موجوده في الشركه، فاحنا اوريدي عارفين الروايح بتاعتهم، بس هي عملت منهم بادي سبلاش. تمام. اما الكارمن ده اول مره اساسا الريحه تنزل في الشركه، لان ولا في منه برفان ولا كان موجود قبل كده. الشركه لما جت روجت له قالت ان من ضمن المكونات بتاعته زهور بيضه، فانيليا، باتشولي. هما الثلاثه دول ليس الا. فانا لما جبته انا كنت متوقعه منه ايه؟ الزهور البيضه مع الفانيليا هيبقى ميكس حلو جدا جدا جدا. اللي كنت متخوفه بس منه هو الباتشولي. هو ايه بس الباتشولي ده الاول يا بيبو قبل ما تتكلمي معانا؟ بصوا، الباتشولي دوت نوع من انواع النباتات، بيبقى في البلاد الاستوائيه. بقاله كتير قوي بيخش في انواع كتيره جدا جدا من العطور. لما بيخش في بارفان بيديله تقل، بيديله فخامه. هو بيعمل تركيز عالي كده للبارفان.
بس في برفانات الباتشولي فيها بيبقى ريحته حلوه قوي، وفي برفانات بيبقى واضح فيها ريحه الاخشاب، ريحه الجلود، الريحه دي وانا ما بحبهاش. فسبحان الله في برفانات لما الباتشولي بيخش فيها بينقلها نقله تانية بيبقى حلو قوي، بيبقى ذوقي. وفي نقه يعني في برفانات تانية لا ما بيخشش ما بيعجبنيش، فهي حسب، فلازم اشم الاول البرفان اللي فيه باتشولي واقول ده ريحتي او ذوقي ولا لا. تمام تمام. انا عايزه اقول لكم ان انا بحب الفانيليا، بس ما بحبش الفانيليا المسكره. ليه؟ لان اي حاجه مسكره زياده عن اللزوم بتصدعني. تمام تمام. فجيت رشيت ده. اول ما بترشيه افي فانيليا، اولا ما فيهوش ريحه زهور عشان بس نبقى متفقين، ما فيش زهور بيضه، ما فيش زهور خالص واضحه. انت اول ما بترشيه بتشمي فعلا الريحه بتاعه الفانيليا، بس مش الفانيليا الحلوه، مش الفانيليا اللايت الخفيفه، لا، الفانيليا المبخره، الفانيليا اللي فيها خشب، اللي فيها توابل، اللي فيها بهارات. يا رب اكون قادره انقل لكم احساسي لما شميتها. فقلت لا، يبقى في حاجه غلط. طب اديله فرصه يا بيبو. بصوا، اول ما بترشيه طبعا بيبقى فيها ريحه كحول عشان بس نبقى واضح، بس بعد فتره بصراحه الكحول ده بيروح. تمام تمام. وزي ما قلت لكم اول ما بترشوه بتشمي ريحه التبخير دي، اكنك مبخره، اكنك حاطه او رشه معطر جو. بعد فتره بتهدى التبخيره دي، لا بس بتبقى مستمره، لا مستمره. فده عرفت ان ده الباتشولي اللي انا ما بحبهوش، يعني مش دي الريحه اللي انا بحبها. الباتشولي حق الله يعني زي ما بيقولوا مديله ثبات فظيع. عايزه اقول لكم ان البودي سبلاش ده ثبات رائع، ثباته حلو جدا، بيقعد من 3 ل 4 ساعات على الجسم. عايزه اقول لكم بقى في الهدوم هو بيلزق ما بيطلعش، يعني لما تيجي ترشيه على الاسدال بتاع الصاله لا بيفضل معاكي شويه حلوين يعني من 6 ل 10 ساعات بيفضل لازق. عشان كده قلت لكم الباتشولي هنا مديله تقله، مديله ثبات. والفانيليا هنا مش الفانيليا المسكره، فانيليا هنا فانيليا تقيله، فانيليا مبخره. فبالنسبه لي مش ذوقي، ما حبيتهوش، خلينا بس واضحه، ما حبيتهوش. بالرغم ان انا بصوا انا مستخدمه منه شويه حلوين، ما كنتش بستخدم الفتره اللي فاتت كلها غيره. عايز اقول لكم برضو من باب الامانه ما بيسببش اي حساسيه اطلاقا على الجسم. كنت برشه على جسمي ما سببليش اي حساسيه، ما سببليش اي تهيج، ما سببليش اي احمرار. بس برضو انت قبل ما تستخدميه اعملي له اختبار حساسيه، حطيه بس على حطيه على حته بسيطه من الجلد واختبري مدى الحساسيه. انا ممكن جسمي يسببش حساسيه، ممكن انت جسمك يسبب حساسيه، فاختبريه. يا دوبك هخلصه، مش هكرره تاني، ما حبيتهوش. زي ما قلت لكم هو الحاجه الحلوه اللي فيه ريحته فواحه، درجه الثباتان اللي فيه ما بيسببش اي حساسيه. بقيت استخدمه ازاي دلوقتي؟ بقيت استخدمه كمعطر جو بصراحه، وبستخدمه اكتر يوم الجمعه، بحب ارشه قوي يوم الجمعه مع ريحه البخور والشعائر، فبيبقى حلو. برشه كمان على مثلا السجاجيد بتاعه الصلاه لانه بيفضل ثابت فيها، فبرضه بيدي ريحه حلوه. برشه على اسدال الصلاه. هي دي الاستخدامات لغايه بس ما خلصوا. بالنسبه لي زي ما قلت لكم ما حبيتهوش. وعلى فكره هو ما كانش رخيص، كان ب100 مش فاكره بصراحه السعر قوي. فبالنسبه لي طالما انا هدفع فيه نفس المبلغ ده، لا يبقى انا اجيب بتوع ايفا، احلى منه 100 مره. روايح بتوع ايفا برفانات على الاقل روايحها حلوه قوي، روايحها فيمينيست قوي، انثويه قوي. فبالنسبه لي روايح هناك عند ايفا احلى. وبالمناسبه انا عامله لكم ريفيو مفصل عن السبلاشات بتاعت ايفا برضو تقدروا ترجعوا له. فانا ما حبيتهوش ومش هكرره تاني. وعايزه بس افكركم بحاجه، انا كان في برضو البودي سبلاش من ماي واي برضو اللي هو بتاع السيكريت بتاع الفانيليا، كان حلو جدا جدا جدا، رائع يا بنات، من احلى السبلاشات. الفانيليا بقى اللي فيه كانت عجباني جدا، فانيليا مسكره بس مش المسكره اللي بتصدع او المسكره الصرف، كانت فانيليا مسكره على خفيف جدا، فكانت حلوه قوي قوي قوي. كنت بحبها لانها فانيليا سويتي كده، تحس ان انت حاطه بونبوني، حاطه
الحاجات المسكره الحلوه الكاندي دي، فده حلو قوي. فلو كانوا مستخدمين الفانيليا اللي هنا صدقوني ده كان هيفرق جامد جدا، بس للاسف هو مش مستخدمين الفانيليا اللي هي بتاعت السيكريت. فبالنسبه لي السيكريت لو انت بتحبي الفانيليا احلى من ده بكتير جدا جدا، لكن ده انا ما حبيتهوش ومش هكرره بصراحه تاني. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المكونات وانا شميت ايه وحسيت بايه، وقلت مميزاته بمنتهى الامانه، وقلت عيوبه برضو بمنتهى الامانه. واللي جرب الفيديو اللي جرب السبلاش دوت، لان هو لسه نازل الشهر دوت، لان في بنات كتير قوي كانت مستنياه زيي بالظبط، وكانوا مستنيين الريفيو بتاعه عشان يقرروا اذا كانوا يشتروه ولا لا. فلو حد جابه وعجبه يسيب لي في الكومنتات عادي جدا، يكون ذوقك. ولو حد جابه وما عجبهوش وكان ذوقه او رايه متقارب من رايي يسيب لي برضو رايه في الكومنتات. انا بحب اسمع كل الاراء وعايزه اسمع كل التجارب بتاعتكم. ولو وصلتوا لاخر الفيديو طبعا ما تبخليش علينا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.